بيبدأ الفيلم في روسيا بعربية ترحيلات للسجن، وبيكون جواها عدد من المساجين هيتم نقلهم لسجن جديد الحراسة. ولكن قبل ما يوصلوا للسجن بيقفوا في الطريق عند محطة بنزين، وبينزلوا المساجين علشان يستريحوا شوية من تعب السفر. وبيكون في واحد من المساجين دول راسم وشم جمجمة على رقبته، وبنعرف ان المسجون ده اسمه كريفن. ولما بيوصلوا للسجن كريفن بيلاقي نفسه هيقعد مع مسجون ضخم جدا اسمه موفو، وبنعرف ان موفو ده بيكره انه يكون معاه حد في زنزانته. هو بيقول لكريفن ان اكتر شخص قعد معاه في الزنزانة كان لمدة شهر واحد، وبعد كده خلص عليه. فبيفهمه كريفن ان هو هيقعد في السجن ده 3 ايام بس. فبيضحك موفو وبيسخر منه، لان اي حد بيتسجن في السجن ده بيكون محكوم عليه بالمؤبد. لكن كريفن ما بيهتمش بكلامه وبيروح علشان ينام. وتاني يوم بينزل كريفن لساحة السجن، وبيتمرن على المعدات اللي تخص زعيم اكبر عصابة في السجن. ووقتها رجالة الزعيم بيطلبوا من كريفن ان هو يوقف لعب، لكن كريفن ما بيردش عليهم وبيكمل. فبيهجموا عليه علشان يضربوه، ولكن كريفن بيرفعهم لفوق وبيضرب دماغهم بقوة وبيفقدهم الوعي. وبعدها واحد من الحراس بتوع السجن بياخده عند زعيم العصابة، وبنعرف ان زعيم العصابة مسيطر على السجن بالكامل. وبيقول لكريفن ان هو غلط لما ضرب رجالته، وبيسأله لو هو يعرف هو مين. وبيتفاجئ الزعيم لما كريفن بيقول له ان هو عارفه كويس، وبيقول له ان هو اسمه سيموني، زعيم عصابة كبيرة وبيتاجر في الممنوعات والسلاح. واثناء ما كريفن بيتكلم بيمد ايده وبياخد ناب النمر من على الارض من غير ما حد ياخد باله. هو بيكون سيموني مستغرب ان كريفن عارفه، وبيسأله هو مين وبيشتغل ايه. فبيقول له كريفن ان هو صياد وبيصطاد المجرمين اللي زيه. وفجأة بيهجم كريفن على رجالة سيموني وبيخلص عليهم، وبعدها بيهجم على سيموني نفسه وبيموته. ولما الحارس بيدخل بسبب الصوت كريفن بيرميه من الدور اللي هم فيه. وبعدها بيتحرك كريفن بسرعة رهيبة وبيتسلق جدران السجن بكل سهولة. وبيظهر ان كريفن عنده قوة خارقة، والقوة دي بتخليه يجري بسرعة رهيبة وبيتفادى ضرب النار من الحراس اللي بيحاولوا يموتوه. وبيقدر كريفن ان هو يهرب من السجن، وبيفضل كريفن يجري وبيدخل جوه عاصفة ثلجية. وفجأة بيلاقي ذئب قدامه وبيستعد للهجوم عليه، لكن الذئب لما بيبص لكريفن بيهدى وبيتراجع. ووقتها بيجري كريفن على طيارة بتكون مستنياه، وبنكتشف ان هو كان مخطط لدخول السجن مخصوص علشان يخلص على سيموني زعيم العصابة. وجوه الطيارة بيبدأ كريفن يمسح الوشم من على رقبته، وفي نفس الوقت حراس السجن بيلاقوا جثة شخص في الجليد ومرسوم على رقبته نفس الوشم. فبيستنتجوا الحراس ان كريفن مات، وطبعا بيتقفل الموضوع. وبنرجع بالزمن ل 16 سنة لورا علشان نعرف قصة كريفن. وبيكون كريفن مع اخوه ديما في مدرسة داخلية في امريكا، ووقتها بيجي المدرس وبيبلغهم ان ابوهم اللي اسمه نيك جاي علشان ياخدهم. فبيستغربوا ان ابوهم جاي ياخدهم في التوقيت ده بالذات. وبعد شوية وقت بتيجي عربية فخمة وبيركبوها، وأول ما بيشوفوا نيك بيسألوه عن أمهم. فبيقول لهم إن أمهم موتت نفسها، وده لأن هي ضعيفة وما قدرتش تقاوم المرض علشان تفضل عايشة. وفي النهاية اختارت إن هي تستسلم. فبيسألوا ديما لو هو جاي ياخدهم علشان يحضروا جنازتها. فبيقولوا نيك إن الناس اللي زي أمه ما يستحقوش جنازة. وبيظهر الحزن على ملامح كريفن وأخوه ديما علشان هم عارفين إن أمهم كانت دايما بتعارض تصرفات نيك، لأن نيكي بقى زعيم عصابة كبيرة وبيتاجر في الممنوعات والسلاح. ولما أمهم زهقت منه وحبست نفسها في مكان لوحدها وقررت إن هي تعيش بعيد عنه. ووقتها نيك بيتكلم مع كريفن وديما وبيقول لهم إن هو هياخدهم في رحلة صيد في أفريقيا، وبيوعدهم إن هم هيستمتعوا جدا بالرحلة دي. وبنروح لأفريقيا وبنلاقي طفلة اسمها كالي بتلعب بورق كوتشينة بتاع جدتها. وبتيجي جدتها وبتقول لها إن الكوتشينة دي بتستخدم في معرفة المستقبل، وبتخليها تسحب 3 ورقات من الكوتشينة. وبتشرح لها الجدة ان اول ورقة بتقول ان كالي لما تكبر هتكون عرافة زي جدتها، والورقة التانية بتقول ان هي هتشوف حادث مؤلم جدا، واخر ورقة بتعبر عن القوة وبيكون مرسوم فيها شخص واقف جنب اسد. وبتتفاجئ كالي لما جدتها بتديها ازازة صغيرة فيها سائل معين، وبتقول لها ان السائل ده بينقذ اي حد من الموت، ده غير انه هيمنح الشخص اللي هيشربه قدرات غير عادية. وفي نفس الوقت ده نيك وأولاده بيكونوا بدأوا رحلة الصيد وبيدوروا على أسد علشان يصطادوه. وأثناء ما هم بيدوروا بيصطادوا حيوانات تانية في طريقهم. وساعتها نيك بيشجع كريفن وبيقول له إن هو لازم يكون شجاع وصياد ماهر. وبنلاحظ إن نيك بيتجاهل ديما ومش بيتكلم معاه نهائي علشان عارف إن هو بيخاف ومش شجاع وقوي زي أخوه. وبعدها
واحد من رجالة نيك بيطلب منه إن هو يشغله معاه في شغل العصابات، وبنعرف إن الشخص ده اسمه أليكس، ولكن نيك بيسخر من أليكس وبيقول له إن هو جبان وملوش لازمة، وبيقول له إن هو مستحيل يكون واحد من رجالته لأنه مش هيفيده بحاجة، وبيقول له إن هو جاي معاهم علشان يعرفهم الطريق جوه الغابة وبس. ووقتها بيتضايق أليكس من كلام نيك وبيحس بالإهانة. وبعدها كريفن وديما بيكونوا ماشيين لوحدهم في الغابة، وفجأة بيلاقوا قدامهم الأسد اللي هم بيدوروا عليه، وبيكون أسد قوي وضخم وشكله مخيف. وساعتها كريفن بيصوب البندقية على الأسد، لكن كريفن والأسد بيفضلوا يبصوا لبعض جامد وكأن في لغة تواصل بينهم. فبينزل كريفن البندقية وبيرفض إن هو يقتل الأسد، لكن نيك بيظهر فجأة وبيضرب نار على الأسد وبيصيبه في ظهره، وده بيخلي الأسد يتعصب وبيهجم على كريفن وبيعضه. فبيضربه نيك بطلقة تانية وبيصيبه في رجله. فالأسد بيمسك كريفن من هدومه وبيمشي بيه، ووقتها نيك واللي معاه مش بيعرفوا يعملوا أي حاجة لأن الأسد بيختفي من قدامهم بسرعة. وفي نفس الوقت ده كالي بتكون مع أبوها وأمها وبيكونوا في رحلة علشان يصوروا الحيوانات، ولكن كالي في الوقت ده ما بتكونش مركزة معاهم وبتكون بتفكر في كلام جدتها. وفجأة بتسمع صوت زئير الأسد، فبتسيب أبوها وأمها وبتنزل من العربية من غير ما ياخدوا بالهم، وبتفضل تمشي ورا الصوت لحد ما بتلاقي الأسد ماسك كريفن وبيبصلها، وبيبان إن الأسد بيطلب منها تساعد كريفن. وساعتها بتنزل من الأسد نقطة دم وبتدخل جوه جسم كريفن، وبعدها الأسد بيسيب المكان وبيمشي. فبتفهم كالي إن هي دي الحادثة اللي جدتها قالت لها عليها، وبتطلع السائل السحري وبتشربه لكريفن. ووقتها في قوة غريبة بتدخل جوه جسمه، وده بسبب تفاعل السائل جوه جسمه مع دم الأسد. وبعدها كالي بتنده بأعلى صوتها علشان تطلب المساعدة، وفعلا بتيجي طيارة علشان تاخد كريفن على المستشفى. وقبل ما يمشي بتحط له كالي ورقة الكوتشينة اللي فيها رسمة الأسد في إيده. ولما بيتنقل كريفن للمستشفى الأطباء بيحاولوا ينقذوه من الموت ولكن بدون فايدة. وبعدها بيفتح عينيه وبيكون لونها زي لون عين الأسد بالظبط. وتاني يوم الدكتورة ما بتكونش فاهمة ايه اللي حصل لكريفن، وبتقوله ان هي مستغربة ان هو رجع للحياة تاني، وده بعد ما هم فقدوا الامل ان هو هيعيش. وساعتها بيجي ديما وبيحضن اخوه وبيكون مبسوط ان هو بقى كويس. وبيجي نيك وبيصمم ان كريفن يرجع معاه على البيت، وفي البيت بيلاقي كريفن رسالة من امه سايبها له قبل ما تموت، وبتقوله فيها ان هي مش عايزاه يكون رجل عصابات زي ابوه. وبعدها نيك بينده على كريفن وبيعنفه لانه ما ضربش الأسد بالنار، وبيقول له إن هو عرض حياته وحياة أخوه للخطر بسبب خوفه، وإن هو المفروض ما يخافش من حاجة لأن هو اللي هيمسك العصابة من بعده. وبياخده على أوضة تانية وبيوريله راس الأسد متعلقة على الجدار بعد ما هو قتله. ولكن كريفن هنا بيحزن جدا بسبب موت الأسد، وبيتعصب على نيك وبيقول له إن المفروض هو اللي يموت مش الأسد، وبيسيبه وبيطلع أوضته وهو متضايق. ووقتها بيشوف صقر واقف على الشباك وبيبصله، وبيظهر هنا إن في تواصل بيحصل بين الصقر وبين كريفن. وبيفهم كريفن إن مكانه مش في البيت وإن مكانه بين الحيوانات في الغابة، فبيلم حاجته كلها علشان يسيب البيت ويمشي، وبيكون من ضمنها ورقة الكوتشينة اللي سابتها كالي معاه. وأثناء ما بيلم هدومه بتقع منها إزازة السائل السحري، فبيعرف كريفن ساعتها إن السائل ده أنقذه من الموت. وبالليل بيهرب كريفن من البيت وبيمشي من على السور علشان أبوه ما يحسش بيه، ولكنه بيقع من فوق السور وبيتفاجئ إن هو ما حصلوش أي حاجة. وتاني يوم بيوصل المينا وبيركب سفينة وبيروح على روسيا، وهناك بيروح على المكان اللي أمه كانت عايشة فيه قبل ما تموت. ولكن وهو في الطريق بيلاقي قطيع من الجاموس البري بيجري ناحيته، فبيقف مكانه وبيحاول يحمي نفسه منهم، لكنه بيتفاجئ إن قائد القطيع بيقف قدامه وبيحميه لحد ما القطيع كله يعدي من جنبه. وبعدها بيسيبه وبيمشي وهو محتار ومش فاهم إيه اللي بيحصل، لكنه بيبدأ يحس إن في علاقة معينة بتربط بينه وبين الحيوانات. وبعدها بيكمل كريفن طريقه وبيوصل للمكان اللي أمه كانت عايشة فيه، وبيقرر إن هو يعيش فيه بقية حياته. وفي يوم بنلاقي كريفن في الغابة، وبيكتشف ساعتها إن هو عنده حاسة سمع قوية جدا، وبيلاقي غزالة بتجري وبيجري وراها، وبيكتشف إن سرعته بقت خيالية لدرجة إن هو بيقدر ينط لارتفاع عالي جدا زي الغزالة بالظبط. وبيكتشف كمان إن هو بيقدر يتسلق الأشجار بكل سهولة زي الحيوانات.
ده غير إن بصره بقى حاد جدا زي الصقر، وبيقدر يشوف أي حاجة من على مسافات بعيدة. وساعتها بيشوف 2 صيادين بيموتوا الجاموس البري وبياخدوا القرون بتاعتها، فبينزل من على الشجرة وبيروح لهم بسرعة. ولما بيوصل هناك بيتعصب لما بيشوف عدد كبير من الجاموس ميت قدامه، وساعتها الصيادين بيطلبوا منه يمشي وإلا هيموتوه. لكن كريفن بيمسك سكينة بتكون مرمية على الأرض وبيتحرك بسرعة رهيبة جدا وبيهجم على الصيادين، وبيقدر يخلص عليهم كلهم في ثواني. ووقتها بيحس كريفن إن هو ده دوره في الحياة، وهو إنه يخلص العالم من المجرمين والأشرار. وفي الوقت الحالي بيفوق كريفن من ذكرياته وهو في الطيارة، وبيظهر إن هو لسه محتفظ بورقة الكوتشينة. وبعدها بينزل من الطيارة وبيرجع للغابة من تاني. ولما بيفتح التليفون بيلاقي أخوه ديما بعت له رسالة وبيطمن عليه، وبيقول له إن هو مستنيه يزوره في عيد ميلاده زي كل سنة. وبعدها بنلاقي عصابة بتقتل الجاموس البري وبتسرق قرونه، ولكن وهم راجعين بيتفاجئوا بكريفن قدامهم، فبيتكلم زعيمهم معاه وبيطلب منه يبعد عن طريقهم، وبيعرفوا إن هم ممكن يخلصوا عليه في ثواني. وبعدها بيبدأوا يتحركوا بالعربية ناحيته، ولكن كريفن بينزل تحت العربية وبيطلع على الصندوق من ورا وبيخلص على 2 منهم. وبعدها بينطوا جوا مكان السواق وبيخلص عليه هو والراجل اللي معاه. ووقتها زعيمهم بينصدم من اللي بيحصل وبيضرب نار على كريفن، ولكنه ما بيقدرش يصيبه، فبيهرب من المكان بسرعة قبل ما كريفن يخلص عليه. ووقتها كريفن بيكون شاف أرقام العربية. وبعدها بنلاقي زعيم العصابة بيروح لرئيسه في مكتبه وبيبلغه باللي حصل معاهم في الغابة، لكنه بيتفاجئ لما بيلاقي كريفن قاعد على مكتب رئيسه وبيكون معاه دفتر بيكون فيه أسامي كل زعماء العصابات اللي بيتعاملوا معاهم وأسامي كل رجالتهم. فبيتراقب الشخص ده وبيقول لكريفن إن هو بينفذ التعليمات مش أكتر، ولكن كريفن بيتجاهل كلامه وبيسأله عن اسمه. وأول ما بيعرف اسمه بيدور عليه في الدفتر، ولما بيلاقيه بيشطب عليه وبعدها بيموته. وبعد ما بيخرج كريفن من المكتب بنلاقي جثة رئيس العصابة متعلقة ورا الباب. وفي مكان تاني بنشوف كالي وهي في عزها أقرب صديقة ليها، وبنعرف إن كالي بتشتغل محامية وبتتكلم مع كل اللي موجودين في العزا، وبتقول لهم إن صاحبتها اتقتلت على إيد رجالة سيموني زعيم المافيا لأنها دورت وراه وكانت هتفضح كل جرايمه. وبيظهر كريفن في مكان قريب منها وهو بيراقبها، وبعد ما العزا بيخلص بيروح لها وبيديها ورقة الكوتشينة، فبتفهم كالي إن هو ده الولد اللي هي أنقذته زمان. وبيعرفها كريفن إن هو خلص على سيموني وانتقم لصاحبتها، فبتستغرب كالي وبتسأله هو إزاي عرف مكانها، فبيقول لها إن شغلته هو إنه يتتبع الناس ويلاقيهم لأنه بيشتغل صياد. وبيقول لها كمان إن هو محتاج مساعدتها. ولما بترجع كالي على بيتها بتبحث عن كريفن على الإنترنت وبتكتشف إن هو فعلا خلص على سيموني. وبتلاقي كمان أخبار كتير عن موت رجال العصابات بطريقة وحشية وفي ظروف غامضة، والأخبار بتقول إن اللي بيخلص عليهم شخص اسمه الصياد. وتاني يوم كالي بتقابل كريفن وبيعرفها إن هو الصياد وإن هو اكتسب قوة خارقة في اليوم اللي أنقذته فيه. وبيقول لها إن هو عارف إن هي محامية شاطرة جدا، وبيوريها القائمة اللي معاه وبيكون فيها أسماء أغلب زعماء العصابات الإجرامية، وبيطلب منها تساعده علشان يعرف مكانهم بسرعة ويوفر وقت لأنه لسه في زعماء عصابات تانيين وهو عاوز يخلص عليهم. فبتقول له إن هي هتفكر وهترد عليه بعدين. وبنروح لزعيم عصابة اسمه أليكس وبيكون لابس شنطة ورا ظهره ومش بيقلعها أبدا. وساعتها المساعد بتاعه بيبلغه إن سيموني مات في السجن وإن اللي عمل كده هو الصياد. وبيقول له كمان إن الصياد معاه قايمة فيها أسماء زعماء العصابات، لكن أليكس ما بيهتمش بكلامه. وبيقول له إن سيموني كان بيسيطر على نسبة كبيرة من السوق وإن هو لازم ياخد كل الشغل ده لحسابه علشان يوسع دايرة شغله. وبيطلب منه إن هو يرتب له مقابلة مع أقوى 3 رجالة من رجالة سيموني، فبينفذ المساعد كلامه وبيروحوا يقابلوا ال3 رجالة. وساعتها أليكس بيبلغهم إن هو عاوز واحد منهم يكون شريكه في شغل سيموني لأن هو قرر ياخد الشغل لحسابه هو، فبيسخر منه رجالة سيموني علشان مش عاوزين حد يشاركهم في شغلهم. وبيكونوا عارفين إن أليكس مشهور باسم وحيد القرن، ولكن هم ما يعرفوش السبب اللي خلاه يسمي نفسه بالاسم ده. فبيقرر أليكس إن هو يعرفهم حجم قوته. وبنعرف ساعتها إن الشنطة اللي على ظهره فيها جهاز متوصل بجسمه، ولما بيفصل أليكس الجهاز ده عن جسمه وشكله بيتغير، فواحد من رجالة سيموني بيضربه بالنار، لكنه بينصدم إن الرصاص مش بيخترق جسم أليكس لأن جسمه بقى قوي جدا زي جسم حيوان وحيد القرن. وبيقف بعدها أليكس وبيطلع الرصاص من جسمه بكل سهولة، وبيوصل الجهاز بجسمه مرة تانية على
علشان يرجع لطبيعته. وفي نفس اللحظة بيظهر قناص تبع أليكس وبيخلص على كل رجالة سيموني وما بيكونش فاضل منهم غير 2 بس، وبيقول لهم أليكس إن واحد فيهم هيكون شريكه. فبيتحرك واحد منهم بسرعة وبيخلص على التاني وبيموته. وساعتها أليكس بيقول له إن هو بقى دلوقتي رئيس العصابة بدل سيموني. وبالليل بنشوف ديما أخو كريفن هو في الملهى الليلي وبيعزف على البيانو، وبيكون نيك قاعد مع زعيم عصابة سيموني الجديد، وبيعرض نيك على الزعيم إن هو يوفر له الحماية ويتكفل بتوزيع البضاعة في مقابل نسبة من أرباح الشغل. وبيكون واضح إن نيك عاوز يسيطر على عصابة سيموني وياخد كل شغلهم لحسابه، لكنه بيستغرب لما بيلاقي الزعيم بيوافق على كلامه من غير مناقشة. فبيفهم إن هو بيخدعه وإن هو اتفق مع حد تاني. وفجأة بيظهر عدد من رجالة أليكس وبيضربوا نار على نيك ورجالته، ولكن نيك ورجالته بيقدروا يخلصوا عليهم كلهم. وبيكون ديما مستخبي تحت البيانو ومرعوب جدا. وبعد المعركة ديما بتنتهي بيروح لأبوه علشان يطمن عليه، ولكن أبوه بيزعق له وبيقول له إن هو جبان وما دافعش عنه. وبعدها أليكس بيعرف من المساعد بتاعه باللي حصل، وبيقول له إن في حد ساب له فلاشة قدام باب بيته. فبيتفرج أليكس على الفلاشة وبيكون فيها فيديو لكريفن أثناء هروبه من السجن. وبيعرف أليكس إن كريفن يبقى ابن نيك وإن هو الصياد اللي بيقتل رجالة العصابات. فبيطلب من المساعد إن هو يتصل بقاتل مأجور اسمه الأجنبي علشان يتولى مهمة التخلص من كريفن. وتاني يوم بيبدأ الأجنبي في مهمته وبيروح على السجن اللي هرب منه كريفن وبيدور فيه على دليل يوصله لمكانه، ولكن بيجيله واحد من حراس السجن وبيرفع عليه سلاحه. وبنكتشف وقتها إن الأجنبي عنده قوة التنويم المغناطيسي وبينايم الحارس وبياخد منه سلاحه من غير ما يحس. وبعدها بيخلص عليه وبيمشي من المكان. وفي الوقت ده كريفن بيكون في المدينة وبيتسلق المبنى اللي فيه شقة أخوه ديما وبيدخل الشقة. وساعتها ديما بيكون في الحمام وبيظهر له كريفن فجأة وبيخضه. فبيحضنه ديما وبيكون فرحان جدا إن هو شافه، وبيقول له إن هو هيقضي معاه اليوم بالكامل وهيحتفلوا بعيد ميلاده. وبالليل بيروحوا الملهى الليلي وبيتعشوا سوا. وفجأة بيجي نيك وبيسلم على كريفن، ولكن كريفن بيسلم عليه ببرود. وبعدها نيك بيهني ديما بعيد ميلاده وبيتكلم مع كريفن وبيحاول يقنعه يرجع يعيش معاهم تاني، لكن كريفن ما بيردش عليه وبيتجاهله تماما. ولما بيخلصوا عشاء ديما وكريفن بيرجعوا على الشقة، ولكن كريفن ما بيعرفش ينام لأنه متعود ينام في الغابة. فبينزل من الشقة وبينام في الجنينة اللي قدام البيت. وتاني يوم بيطلع علشان يسلم على أخوه قبل ما يمشي، لكنه بيكتشف إن في عصابة خطفت أخوه. فبيتعصب جدا وبينط من فوق المبنى وبيجري ورا عربية العصابة بسرعة، وبيقدر إن هو يحصلها وبيحاول يكسر الإزاز، لكنه بيكتشف إن هو مصفح. فبيستخدم قوته وبيكسر باب العربية وبيحاول يوصل لأخوه علشان ينقذه، ولكن رجالة العصابة بيضربوا عليه نار. فبيتحرك كريفن علشان يتفادى ضربات النار وبيقع من العربية، لكنه برضه بيكمل في مطاردته للعصابة. وبيوصل لمكان فيه طيارة هليكوبتر، وبيكونوا رجالة العصابة خدوا ديما جوه الطيارة وهيمشوا من المكان، لكن كريفن بيجري عليهم وبيمسك شبكة وبيعلقها في الطيارة وبيحاول يشد الشبكة بكل قوته علشان يوقع الطيارة، ولكن واحد منهم بيضرب عليه نار. فبيمسك كريفن ماسورة حديد وبينط في الهواء وبيرميها عليه بكل قوته. فبيستغل الطيار اللي بيحصل وبيزود سرعة الطيارة، لكن كريفن بيجري وبيتعلق في الشبكة وبيفضل متعلق فيها وبيحاول يشدها بقوة علشان يمنع الطيارة من الطيران بعيد. وبالرغم من انه بيكون في البحر والطيارة بتسحبه بقوة، الا انه مش بيسيب الشبكة وبيفضل يقاوم لحد ما بيخبط في نقطة انقاذ والشبكة بتفلت من ايده. فبيتعصب كريفن جدا لانه ما قدرش ينقذ اخوه، وبيروح لكالي وبيعرفها باللي حصل وبيوصف لها شكل واحد من العصابة علشان تجيب له معلومات عنه. فبتهديه كالي وبتقول له ان هي هترد عليه في اقرب وقت. فبيسيبها كريفن وبيروح لابوه، وبيتفاجئ ان العصابة قطعت صباع ديما وبعتته لابوه، وبيكونوا طالبين فدية 20 مليون دولار. فكريفن بيقول له يدفع الفلوس علشان يرجع ديما، لكن نيك بيرفض ان هو يدفع وبيفهمه ان هو لو عمل كده فده معناه ان هو هيبان ضعيف قدام باقي العصابات. فبيتضايق كريفن من كلامه وبيسيبه وبيمشي. وفي نفس الوقت ده بتكلم كالي حد من معارفها وبيقول لها ان اللي خطف ديما واحد اسمه عمر، وان هو عايش في تركيا وبيديها كل المعلومات عنه. لكنها بعد ما بتمشي بنكتشف ان الشخص ده بيشتغل مع الاجنبي. ووقتها الاجنبي بيتصل بأليكس وبيقول له ان خطتهم ماشيه زي ما هم عاوزين بالظبط. وبعد ما بينهي المكالمه بيخلص على الشخص اللي كان بيساعده. وساعتها أليكس بيتصل بعمر وبيقول له ان الصياد هيجيله
وبيطلب منه يكون جاهز هو ورجالته علشان يخلصوا عليه. وبعدها كريفن بيوصل لتركيا وبيتسلق المبنى اللي فيه العصابة، وأول ما بيدخل بيخلص عليهم واحد ورا التاني لحد ما بيوصل لعمر وبيسأله عن مكان أخوه، فبيقول له إن اللي خطف أخوه هو أليكس. ولكن في اللحظة دي كريفن بيلاقي صاروخ جاي ناحيته، فبينط بسرعة من المبنى قبل الانفجار بلحظات، وبيقع من ارتفاع عالي جدا هو وعمر، وبيقع عليهم حطام المبنى بالكامل. وبعدها بيجي رجالة أليكس وبيدوروا وسط الحطام على جثة كريفن علشان يتأكدوا إن هو مات، لكن كريفن بيكون لسه عايش وبيهجم عليهم وبيموتهم كلهم. وبيتصل بكالي وبيعرفها باللي حصل، وبيقول لها إن أكيد رجالة أليكس هيدوروا عليها، علشان كده بيطلب منها تسيب المكان اللي هي فيه وتهرب، وبيوصف لها مكان معين علشان تروح ويكون أمان. فبتنفذ كالي كلامه وبتمشي من شغلها بسرعة. وفي الوقت ده بنلاقي ديما عند أليكس، وبيتكلم أليكس مع ديما وبيفكره بنفسه، وبيقول له إن هو نفس الشخص اللي كان معاهم في الغابة لما الأسد هجم عليهم. وبيعرفوا إن أبوه وقتها أهانه وقلل منه، ومن وقتها وهو عاوز ينتقم منه ويثبت له إن هو أفضل منه. وبيحكي له قصة الجهاز اللي هو شايله على ظهره، وبيقول له إن هو بالصدفة قابل دكتور في لندن، والدكتور ده قدر يخترع له سائل يمنحه قوة حيوان وحيد القرن، وده علشان يكون قوي وكل الناس تحترمه. وأثناء ما هو بيتكلم بيدخل عليه الأجنبي وبيقول له إن كريفن لسه عايش، وبيوري له نبات سام، وبيعرفه إن كريفن بيستخدم السم اللي في النبات ده في أسلحته. وبيعرفوا كمان إن النبات ده مش موجود غير في مكان واحد في غابات روسيا، وبكده هم عرفوا مكان كريفن وهيقدروا يخلصوا عليه. وبنروح لكريفن اللي بيكون وصل هو وكالي للمكان اللي بيعيش فيه جوه الغابة، ولكن بتتصدم كالي لما بتشوف فهد بيهجم على كريفن وبيشتبكوا سوا في معركة قوية. لكن في النهاية بنكتشف إن كريفن والفهد أصدقاء وإن هم بيلعبوا مع بعض. وفي نفس الوقت ده أليكس والأجنبي بيكونوا وصلوا لمكان قريب من بيت كريفن، وساعتها أليكس بيجبر ديما إن هو يتصل بأخوه، ولما بيرد عليه بياخد أليكس التليفون منه وبيتكلم مع كريفن وبيقول له إن هو عارف إن هو بيكره أبوه زيه بالظبط، وبيعرض عليه إن هو يشتغل معاه ويتحدوا سوا ضد أبوه. لكن كريفن ما بيردش عليه وبينهي المكالمة. فبيتحرك أليكس ورجالته على مكان بيت كريفن، وأول ما بيوصلوا هناك بيطلعوا كل الأسلحة اللي معاهم وبيجهزوها. ولكن فجأة الفهد صاحب كريفن بيهجم عليهم وبيخلص على عدد كبير منهم وبيجري جوه الغابة وبيختفي. فبيستغل ديما اللي حصل وبيهرب من المكان. وبعدها كريفن بيبدأ يخلص على رجالة أليكس واحد ورا التاني. ولما أليكس بيسمع صوت صريخ رجالته بيعرف ان كريفن خلص عليهم، فبيدي اوامر للطياره الهليكوبتر علشان تتدخل. فبتهجم الطياره على كريفن وبتضرب عليه صواريخ كتير ولكن مش بتصيبه. واثناء ما كريفن بيحاول يهرب من الصواريخ بيضربه الاجنبي بسهم مخدر في بطنه، وبيبدا كريفن يشوف هلاوس وبيدخل في حاله من اللاوعي. فبيقرب منه الاجنبي وبيكون على وشك انه يقتله، ولكن بتظهر كالي فجاه وبتضرب الاجنبي بسهم وبتخلص عليه. وبعدها بتقرب من كريفن وبتلاقيه خلاص هيموت، فبتطلع السائل السحري وبتشربه منه. وبعد لحظات بيفوق كريفن وحالته بتتحسن، وبيقول لها ان هو كان متأكد ان هي معاها تاني من السائل ده. وفي اللحظة دي أليكس وباقي رجالته بيكونوا فاكرين ان كريفن مات، ولكن فجأة بيهجم عليهم قطيع من الجاموس الوحشي. فبيشيل أليكس الجهاز من جسمه علشان ما يتأثرش من التصادم اللي هيحصل. وفعلا قطيع الجاموس بيهجم على عربيات وبيدمروها بكل رجالة أليكس اللي فيها. وبيكون كريفن مع القطيع وبيحاول يوصل لأليكس، وساعتها أليكس بيكون اتحول لشكل وحيد القرن وبيهجم على كريفن وبيفضل يضربه ضربات قوية جدا. وبيكون واضح ان أليكس أقوى بكتير من كريفن، لكن كريفن بيطعنه في مكان الجهاز اللي في بطنه، وده بيأثر على أليكس وبيضعف قوته. فبيستغل كريفن الفرصة وبيتحرك بسرعة وبيربط أليكس بحبل كبير وبيرميه وسط قطيع الجاموس البري، وكلهم بيخبطوه وبيدوسوا عليه. وبعدها بيقع أليكس على الأرض وبيكون خلاص بيموت. ولكن قبل ما يموت بيعترف لكريفن بالحقيقة وبيقول له إن أبوه هو اللي ورا كل اللي بيحصل، وإن هو دعت له فيديو ليه وهو بيهرب من السجن علشان يدور وراه ويعرف مكانه ويخلص عليه. وفي اللحظة دي بيجي ديما وبيكون عاوز يضرب أليكس بالنار، لكن كريفن بيمنعه وبيقول له إن هو مش مجرم زيه وبياخد منه المسدس. ووقتها بيكون أليكس خلاص مات. وبعد فترة بنلاقي كريفن مع أبوه في الغابة وبيواجهه بالحقيقة اللي هو عارفها من أليكس،
أليكس. فبيأكد نيك على كلام أليكس وبيقول له إن هو كان عارف إن هو الصياد، وده من خلال طريقته في قتل زعماء العصابات. وبيقول له إن أليكس كان أكبر منافس ليه وإن هو ما كانش عارف يخلص عليه لوحده. وبيكمل نيك كلامه وبيقول له إن هو لو كان طلب منه يخلص على أليكس كان هيرفض، علشان كده هو عمل خطة يبان فيها إن أليكس هو اللي بيدور على كريفن، وبالتالي كريفن هيدافع عن نفسه وهيخلص على أليكس. ووقتها نيك بيكون هو اللي كسب في النهاية. فبيستغرب كريفن من كلام أبوه وبيقول له إن هو عرض حياة ابنه ديما للخطر، لكن نيك بيقول له إن هو كان عارف إن هو هينقذه. فبيقول له كريفن إن هو خلص على كل زعماء العصابات إلا هو، وإن هو لحد دلوقتي مش عارف يعمل كده لأنه أبوه. وبعدها بيسيبه وبيمشي، ولكن فجأة نيك بيلاقي دب جاي عليه فبيمسك السلاح علشان يضربه بالنار، ولكنه بيلاقي السلاح فاضي وما فيهوش طلقات. وبنعرف هنا إن كريفن هو اللي فضى السلاح من الطلقات اللي فيه. وبيكمل كريفن في طريقه وهو سامع أبوه بيصرخ. وبعد مرور سنة بيروح كريفن يزور ديما في الملهى الليلي علشان يحتفل معاه بعيد ميلاده، لكنه بيتفاجئ لما بيلاقي ديما بيتعامل مع عناصر من المافيا، وبينصدم لما بيكتشف إن ديما هو اللي مسك كل شغل أبوه من بعد موته. فبيرد عليه ديما وبيقول له إن هو راح لدكتور في لندن، والدكتور ده ساعده علشان يتخلص من خوفه وبقى إنسان تاني. وبعدها بيسيبه وبيمشي من المكان. فبيروح ورا كريفن علشان يكملوا كلامهم، ولكنه بينصدم لما بيلاقي ديما بيتحول لشكله بالظبط. وبعدها بيرجع لشكله الحقيقي وبيقول له إن الدكتور خلاه يبقى زي الحرباية ويقدر يتشكل في أي شكل هو عايزه. وبيعرفه إن هو في خلال سنة قدر يقضي على كل العصابات اللي بتنافسه وبقى هو أكبر زعيم عصابة في روسيا. لكن كريفن بيقول له إنه مش هيسيبه يعمل كده وهيمنعه. فديما بيقول له إن هو مستنيه يشوف هيعمل إيه، وبينصحه إن هو قبل ما يعمل حاجة يروح البيت لأن أبوه سايب له رسالة. فبيروح كريفن على البيت وبيشوف رسالة أبوه وبيكون قايل له فيها إن هو مش ندمان على أي حاجة هو عملها وإن هو سعيد جدا علشان عنده ابن قوي زيه. وبيتفاجئ كريفن إن أبوه عمل له جاكيت من شعر الأسد، فبيلبس الجاكيت وبيقعد قدام المراية وبيستعد لحربه الجديدة ضد أخوه. وبيخلص الفيلم.